ده الكروكي او شكل التصميم او الديزاين بتاع مزرعة الكابوريا او مزرعة الاستاكوزا بالشكل اللي احنا شايفينه، بالشكل اللي يعتبر مساحة صغيرة جدا بتطلع لي كميات كبيرة. يكفي ان اقول لك مثلا ان تقريبا عشان اطلع 10 طن فانا محتاج اقل من 1000 متر مربع، يعني اقل من ربع فدان. بالمنظومة اللي احنا شايفينها دي فيها تحكم كبير جدا في المية، ما بنستهلكش كميات ميه كبيره. كل الموضوع ان احنا بنستخدم منظومه الراس سيستم اللي هي اعاده تدوير الميه، بمعنى اصح يعني ترجمتها اعاده تدوير الميه ان انا الميه اللي باخدها من البوكسز او البوكسات اللي احنا شايفينها حاليا دلوقتي دي كده، اللي هي بتتكون منها وحدات تربيه الاستاكوزا او تربيه الكابوريا. زي ما احنا شايفين هو دلوقتي كده بيركبها فوق بعضيها. كل